دكتور أحمد، يعني لو جاك رجل وأراد أن يتزوج بنت رضيعة عمرها عام أو عامين، تقبل بهذا الزواج؟ لو جاني أنا؟ نعم. يبغى يتزوج هو؟ لا، هو هذا ولي الأمر. ولي الأمر عندما يكون في ظروف قاسية جدا، أضرب لك مثل. حتى لو جاء تحت هذه الظروف، دكتور أحمد، اسمحي لي، استحلفك الله الذي لا اسمحي لي، اسمحي لي عشان ارد على الصورة. لو أن رجلا لديه مرض الآن السرطان، وبين عشية وضحاها سوف يموت، ولديه طفلة، أين تذهب؟ هل للملاجئ أم يتبناها رجل يعني ويشرف عليها إلى أن بس حتكبر حتعتبره أبوها لأنه هو اللي رباها. دكتور أحمد، يعني إذا كبرت حتعتبره أبوها لأنه هو اللي رباها، حيكون في مكانة أبوها. لا، ما هو رباها، لا، زوجها أصبح زوجها، إذا مات ترثه على أوراق زوجها، لكن هي أنا أتحدث نفسيا، يعني رضيعة، يعني إذا مين ما تبناها، سواء زوجها أو انظر التشريع الإسلامي. نعم، أنا يستطيع أن يتزوج من رضيعة، هذا ما قلته دكتور أحمد. نعم صح، يعني أنا بتكلم عن هذا وبقول يعني نحن مركزين على النقطة دي، لا، لنقطة جزئية بسيطة جدا. نعم. يعني ولكن أثارت جدل كبير. ما يحرمها، أثارت جدل كبير، لأنه هذا الثراء الموجود في الفقه الإسلامي. ويا إخواننا، أنا مع احترامي لكل الآراء، أنا أقول والله لن يفلح ولن ينجح الخلف إلا بما سار عليه السلف. مش عارف، سامعين يا خلف؟ لن تنجحوا إلا لو سرتوا على ما